اهلا بيكم يا ابطال ال AI في حلقة جديدة من سلسلة سام AI Hub من كورس Mastering AI Agents. الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام وايه هي ال LLMs وازاي بنستخدم ال Workflow علشان ننظم شغلنا معاه. هندخل النهاردة في انواع Workflow ولكن اكثر تعقيدا واثارة، وهنشوف ازاي ال LLMs تقدر تشتغل مع بعضها كفريق وازاي ممكن تصحح أخطائها بنفسها علشان تطلع لنا أحسن جودة ممكنة. جاهزين؟ يلا بينا. دلوقتي هنبدأ episode number 3. زي ما قلنا هنتكلم عن حاجة بقى ليها علاقة بالadvanced AI workflows. طيب طبعا لازم تكون فاهم ان السلسلة زي ما اتفقنا لازم تكون شفت الحلقات اللي فاتت عشان تفهم اللي هنشتغل عليه دلوقتي. فلو ما شفتش الحلقات اللي فاتت يا ريت ترجع تشوفها عشان نبدأ نكمل. طيب يلا بينا. طيب اول حاجة، ليه احنا بنستخدم الواي اللي هنتكلم عنها النهاردة دي؟ انا عايزك تكمل الفيديو الاخر عشان انا عارف انك ممكن تقول الموضوع ليه صعب كده، ولكن زي ما احنا اتفقنا قبل كده واحدة واحدة، فرجاء تكمل الفيديو الاخر وما تستصعبش حاجة. دلوقتي بقى لما يكون عندنا LLMs، ال LLMs دي هنشغلها كأنها تيم. هديك مثال جميل جدا. دلوقتي احنا عندنا تاسكات هنقسمها، زي مثلا خليني اديك مثال. لو انت دلوقتي بتلعب ليج اوف ليجند، اللعبة اللي كلنا بنلعبها، او فالورنت او whatever يعني، بتلاقي عندك حاجة زي اللي انت شايفه ده، الجنجل والتوب لين والميد لين والبوت اللي هو بيكون في تحت والسبورت. كل الناس دي بتعمل شغلانة واحدة بس. احنا عندنا هدف واحد معين. الهدف ده ايه؟ ان احنا نوصل لافضل نتيجة ممكنة. طب ازاي نقدر نكسب اللين او نكسب الجيم؟ بنقسم على كل واحد فرع معين من اللي انتوا شايفينه دلوقتي، ان هم يوصلوا للنهاية زي ما انت شايف قدامك كده. هنا عندي تاسك سبليت. اذا فانا عايزك تتخيل معايا ان احنا في فالورنت مثلا، واتفقنا من كل واحد انت هتمشي من الجزء ده وده هيمشي من الجزء ده عشان في الاخر نوصل للبيس بتاعهم، علشان نقدر نعمل وين للراوند اللي احنا بنشتغل عليها او في الجيم اللي احنا بنلعبه. طيب دلوقتي احنا هنعمل تاسك سبليت. ده بقى يا معلم حاجة مهمة جدا، وهي ايه بقى؟ مثال كمان، هو ان انت في الجامعة دلوقتي ودكتور معين طلب منكم كدفعة انكم تعملوا مشروع تخرج. بالتالي هتقسموا على بعض اللي هي تاسك سبليت، هتقسموا على بعض المهام. كل واحد هياخد مهمة معينة علشان تسهلوا الموضوع. فبالتالي لما احنا نعمل كده هنعمل حاجة اسمها ايه؟ الباراليزيشن ديزاين. بنعمل ديفايد. فاذا الديفايد بنقسم المهمة علينا كلنا علشان نبسط الموضوع. كل اللي بيحصل ده conquer together، يعني احنا بنحاول نتحد على هدف معين عايزين نوصل له كلنا. لما نعمل سبليت للحاجات دي زي ما قلنا مثلا في الجيم زي ما اتكلمنا، ونقسم على بعض المهام، هنقدر في الاخر نوصل لنهاية معينة. ان الدكتور عايز الحاجة دي، فلو كل واحد ركز على حاجة معينة بالتالي هتلاقي الموضوع سهل. طيب يجي بقى دور مهم جدا هنا اللي هو AI. كل اللي انا بكلم فيه ده هيكونوا LLMs، خلي بالك. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده بقى هو الاساس بتاعه مين؟ صاحب الموضوع، هو اللي ابتكر ان احنا هنقسم على بعض. مين المسؤول عن الحاجة دي؟ ده بيبقى اقوى LLM، زي مثلا ChatGPT 5 في الوقت الحالي اللي بنتفرج عليه على الفيديو ده. فده بيبقى اسمه ايه؟ الأوركستراكتور ورك فلو. هو الشخص الذكي الاكثر ذكاء مننا، هو اللي بيقسم كل واحد هيمسك ايه. طبعا ده LLM هو اللي بيقسم على LLMs تانية بس كمدير وموظفين. فبالتالي الأوركستراكتور ورك فلو ده بقى هو بالظبط كأنك شايف الماسترو مثلا بيقسم على كل واحد هيعزف ايه ويقول ايه. هو ده نفس الموضوع. بيعمل ايه بقى؟ تاسك ديفيجن، هو بيقسم على كل واحد الحاجة. بيعمل result integration. طيب الكلمة دي بقى مهمة قوي عشان انا عايزك تركز عليها. لما بنخلص كلنا التاسكات المطلوبة منا، فبيبدأ يعمل تجميعة لكل واحد وشغله علشان نطلع أفضل نتيجة ممكنة. فاللي أنا عايزك تفهمه دلوقتي إن اللي احنا بنتكلم عنه ده هو مش AI agent حتى الآن. احنا بنقسم على LLMs كل واحد يشتغل على ايه.
لكن احنا قلنا في الفيديوهات اللي فاتت ان الاي اي ايجنت هو دوره انه بيخلص كل حاجه من نفسه هو تلقائيا. لكن في الوقت الحالي احنا بندي لكل LLM الحاجه اللي يخلصها بعينها، زي ما احنا قلنا الاوركستراكتور بيقسم كل حاجه. طيب دلوقتي لو احنا قسمنا كل حاجه على كل واحد، بالتالي الموضوع هيبقى اسهل بكتير وهيطلع افضل نتيجه ممكنه. وخلي بالك ان دي الميزه الوحيده اللي موجوده في الورك فلوز عكس الاي اي ايجنت. طيب نخش على الموضوع اللي بعده، نيجي بقى للجزء الرابع معانا وهو الايفالويتر اوبتمايزر باترن. ده يا معلم بقى حاجه بقى جامده جدا، بسيطه خالص. تخيل معايا ان في طالب شاطر وقاعد بيحل الامتحان او الواجب بتاعه، ومعاه مدرس خاص. المدرس الخاص ده هو بيفضل شغال معاه، بيبص هل هو حل الواجب صح ولا لا، ولو شاف ان هو غلط في حاجه بالتالي بيقول له مثلا هنا عندك غلطه او ميستيك يا ريت تعدلها. ده بالظبط اللي هنشتغل عليه في الايفالويتر اوبتمايزر باترن. يبقى دلوقتي احنا معانا 2 LLMs، واحد بيعمل جنريت للحاجه اللي احنا طلبناه منه في الاساس اللي هو الطالب المولد اللي بيطلع الحاجه، فبالتالي ده اللي بيقوم بالمهمه الاساسيه، بيطلع الحل بتاع الاجابات. وتاني واحد معانا اللي هو ال LLM evaluator اللي هو المدرس اللي قاعد جنب الطالب، وده بالظبط اللي بيعمله ايه، ان هو ده بيراجع الحل اللي الطالب عمله او ال LLM التاني اللي هو عمله. طيب ده مثلا على سبيل المثال هو مثلا بيشوف لو احنا طالبين مثلا مقالة معينة بتتكلم عن مثلا حاجة إسلامية، فلازم يكون مكتوب بطريقة اللغة العربية الفصحى. فبالتالي لو هو طلع الطالب ده مثلا او ال LLM ده اللي بيعمل جنريت للكونتنت لا في كلمة عامية مثلا، فبالتالي ال LLM بتاع الايفالويتر بيبدأ يصلح له الحاجة دي ويرجع يعدلها، ان لازم مثلا بدل ما نقول كلمة بالعامية لا بيروح معدلها ان هي تكون كلمة باللغة العربية الفصحى. وطبعا ده برضو بيساعد انه يشوف الاخطاء الاملائية او الكتابة او الجرامر ميستيكس والكلام ده كله. طبعا انت شايف في هنا زي الدوائر الموجودة دي تعتبر حاجة اسمها اللوب. اللوب هنا لازم تفضل فاكر الكلمة دي كويس، هنستخدمها بعدين. كلمة لوب بقى هنا هو طول ما هو شغال موتور زي ما انت شايف بيجنريت، بيرجع اللوب دي على الايفالويتر عشان يشوف هل في خطأ، يروح ماسكه يقول له عدل ويرجع يشتغل ويفضل في اللوب دي سيركل شغالة. تمام، فبالتالي ده بيطلع امثل حل مطابق لكل المعايير اللي احنا مدربينه عليها او اللي احنا محتاجينها بالفعل. ساعتها بيطلع يقول خلاص الاجابة دي تمام واللوب دي بتعدي done. المميزات القوية جدا في الموضوع ده هو انه بالفعل بيطلع لك افضل شيء ممكن، بيوفر عليك وقت ومجهود ان انت اوريدي بنفسك تراجع الحاجة دي، لان انت عارف ان هو هيطلع ادق التفاصيل. زي مثلا المقالة لازم تبقى 500 كلمة، فلو هم اقل او اكتر ممكن هو يعدل ده بينه وبين نفسه. فبالتالي كل اللي بنعمله هنا ان احنا بنحاول نقلل من الطاقة البشرية ونخلي الاي اي هو اللي يشتغل ده اوتوماتيك من غير ما نشتغله مانوالي. والنتيجة على الكلام ده كله ان ده بيخليك تثق في المخرجات اللي طلعت لك من الورك فلو، لان بالفعل الحاجات دي مرت بلوب كبيرة عمل ليها تصحيح ومش محتاجة منك انت كشخص انك تراجع عليها. طب كل اللي اتكلمنا فيه بقى عنه ده هل هو AI agent؟ استيل لا، لان كل اللي بنتكلم فيه وانا عمال اقوله ان هو ورك فلو، هو نظام احنا بنحدده بنفسنا وبنقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. لان المسار اللي احنا بنحدده له ده هو بيخش في لوب، فبيقعد يرجع ويلف يرجع ويلف يصلح ويغير. كل الحاجات دي مسار ثابت ومحدد مسبقا. فاهم اللي انا اقصده؟ الاي اي ايجنت قلنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت ان هو اللي بيعدل ويصلح من نفسه ويخلص وبياخد قرارات وممكن يغير في الحاجة اللي احنا طالبينها، لان دي وجهة نظره الشخصية. فهو ده الفرق اللي انت لازم تكون فاهمه بين الاي اي ايجنت العادي والال LLMs ورك فلوز اللي احنا اشتغلنا عليهم. طيب في الحلقة الجاية بقى هنعرف مع بعض واللي احنا منتظرينه بقالنا كتير، وهو الفرق الجوهري ما بين الاي اي ايجنت والورك فلوز اللي احنا اوريدي اتكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت.
فدلوقتي عايزك تعمل حاجه واحده، هي انك تكتب لي كومنت هل انت بالفعل استخدمت الورك فلوز دي قبل كده ولا لا، وهل فهمت الفرق فعلا. يا ريت لو فاهم او عندك سؤال تكتبه لي تحت في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، تفعل زر الجرس عشان الحلقات الجايه اول ما تنزل تكون اول الناس الحاضرين. ما تنسانيش في دعوه حلوه منك، واشوفك على خير يا صديقي. مع السلامه مع سام AI Hub. باي باي.